السلام عليكم. من احلى والذ الوصفات بقى اللي بعملها وانا مبسوطه جدا وصفه النهارده هنعمل مع بعض كنافه بالمانجا. الناس اللي بتحب المانجا بقى هيعجبها الفيديو جدا النهارده. هنعملها غرقانه كده بالمانجا، كريمه بالمانجا، كل حاجه فيها مانجا بمانجا. يلا كده نسمي الله ونبدا ونشوفها هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه عندي هنا 350 جرام من الكنافه، انا حطيتها كده في الفريزر جمدتها، وهتفركيها كده بايديكي هتتفكك معاكي بكل سهوله. لو انت حابه تعمليها في الكبه الموضوع سهل جدا. وعندي هنا على النار بقى صينية وهنزل فيها بنص كوباية من السمنة، وهنزل عليها بقى كده بالكنافة. وبالتقليب بقى كده المستمر هنقلب بسرعة جدا وايدينا فيها علشان الكنافة بتاخد لون بسرعة. ما نسيبهاش على النار كده علشان ما تتحرقش، ونقلب بقى تقليب مستمر لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى هنا نص كوباية من الشربات التقيل البارد، هنزل بقى كده على الكنافة وهقلبها. يبقى كده طبقة الكنافة بتاعتي جاهزة وتمام. هنعمل بقى الكريمة. عندي هنا كوباية من الكريم شانتيه خام، عليه نص كوباية من السكر البودر، كوباية من المية المتلجة تكون ساقعة جدا. وعندي بقى هنا اللي هيعزز الطعم ويخلي الكريمة تحفة، عندي كوباية من بيوريه المانجا تكون ساقعة جدا. الكريمة هنا بطعم المانجا الطعم تحفة، هتاخدك في حتة تانية خالص، عبارة عن مانجا في مانجا كلها. عندي بقى هنا مانجايتين. طبعا المانجا مفيش مانجا الفترة ديت، فانا عندي المانجا هنا فروزن. هتستخدميها تطلعيها ما تسيبيهاش تفك وهي متجمدة، هتقشريها وهتقطعيها كده مكعبات. اهم حاجة هتقطعيها وهي متجمدة، ما تسيبيهاش تفك، لو سبتيها فكت هتسيل معاكي ومش مش هتديكي المكعبات اللي انت شايفاها دي. وفي اي حاجة بقى عندك انت حابة ترصي بيها الطبقات، في كاسات، في بايركس. انا هنا هستخدم البايركس النهاردة. هنزل كده بطبقة من الكريمة، بطبقة من الكنافة عليها طبقة من الكريمة. لذيذة جدا وسهلة جدا وطعمها خرافي. هنسوي بقى كده الكريمة وهننزل عليها. عندي هنا بيوريه المانجا اللي نزل كده من المانجا وانا بقطعها. متخيلين الطعم؟ علشان نشتري بقى الطاجن الكنافة ده من بره هنشتريه غالي جدا، هتعمليه في البيت بكل سهولة وتكلفته بسيطة. حبيتين كده مانجا عندك في الفريزر وشوية كنافة وشوية كريمة هيطلع عندك حاجة كده روعة. بعد ما حطينا طبقة الكنافة هنزل كمان بطبقة من الكريمة، وهنساوي كده بقى الوش وبشوية كنافة بقى كده، وهزين كده هعمل كده دايرة على وش الطاجن. ورزتات بقى كده من الكريمه. وفي النص بقى هنزل بالمانجا اللي قطعتها مكعبات، وبجيلي تلميع بقى كده او بجيلي مانجا، وهتدهني كده المانجا علشان طعمها ما يتغيرش. وكريزه بقى كده وتحطيها عشان تكسر اللون. اظن ما فيش اسهل من كده. واستنوني في فيديوهات تانية كتيره، وباي باي.